كل سنه وانتم طيبين، رمضان وعايزين نعمل عزومه، وعزومه طبعا تكون غير مكلفه. طيب هنعمل ايه فيها وعندي ناس كتير وعايزه حاجات ترمي كتير قوي؟ طبعا اسهل حاجه، احنا كان زمان عندنا صينيه البطاطس وصينيه المكرونه، ده اساس، مش هنعملهم المره دي، احنا هنعمل حاجه تانية احلى واكتر ونجدد. رمضان بقى عايز تجديد. طب نعمل ايه؟ رز اصفر. بدل صينيه المكرونه هنعمل رز اصفر، اسهل اهو واوفر اكتر وهترمي معانا كتير جدا. عارفين عملناها 100 مره وعملناها سهل جدا. طب ايه اللي هعمله جنب الرز الاصفر؟ ما ده الرئيسي. انا ممكن اعمل جنبها صينيه فراخ مشويه، يعني قطعي الفرخه على 8، قطعيها على 4 زي ما انت عايزه، وافردي في الصينيه ودخلي الفرن، سريعه وبرده ان شاء الله غير مكلفه. طيب ايه كمان ممكن نعمله جنبها؟ ما دي عزومه بقى وناس كتير، ده ياكل من ده وده ياكل من ده، اي حاجه. البفتيك، هل هينفع عزومه من غير بفتيك؟ يا عبد المنعم مدبولي ما ينفعش من غير بفتيك. طب ايه اسهل طريقه؟ ده دايما البفتيك بيطلع معايا مش مظبوط، دايما بيطلع معايا معوج، يطلع معايا ني. اسهل حاجه للبفتيك، طبعا البفتيك بيرمي كتير، تقطع شرايح رفيعه بيرمي كتير جدا. اعملي صينيه اللحمه، صينيه اللحمه اللي عملناها بالثوم قبل كده، فاكرينها؟ اللي شوحنا اللحمه وفردنا في الصينيه وقعدنا نحطها في بعضها، الكيلو او 2 كيلو، لو عندك مجموعه من الناس كتير جدا هتكفيهم كمان وكمان. طب ايه كمان؟ طبعا انا بقول لك اختيارات، وانت ممكن العزومه تاخد واحده او 2 او 3 زي ما انت عايزه، حسب العدد اللي انت بتعزميه. الكفته، هنعمل كفته، اوعي تنسي فيها البيكنج باودر، ماشي. واعملي جنبها ايه بقى جنب الكفته دي؟ بطاطس محمره اللي هي بالبصل، دي بترمي معاكي ما شاء الله، اللي بياكل البطاطسايه بيحبها اكتر من الايه، من الكفته، بصل اللي بالفحم. ايه كمان جنبها؟ سلطات بقى، سلطه الطحينه، سلطه بابا غنوج، سلطه خضراء، كل ده بيليق معنا. الدقوس، ما تنسيش الدقوس مع الرز الاصفر، الدقوس اللي هو طماطم مع توم مع فلفل حامي مع ملح وفلفل ويتضربوا مع بعض ني في ني، ده الدقوس، يعني بديل السلطه، ابن عم السلطه، بس حلو جدا معاه. طب الحلو هنعمل ايه؟ تعالي بقى اعملي كنافه بالمانجا، سهله جدا، احنا عارفين. تحمري الكنافه، تكوني مجهزه الكريم شانتيه والسمنه وخلصت على كده، سهله جدا. ممكن تعمليها كاسات، ده احلى واحلى، بدل ما تقطعي وتتعبي نفسك اعمليها كاسات. اي حاجه حلوه عايزه تعمليها في العزومه، يعني ما كانش تعملي بلح الشام، هتعملي زلابيا وهتعملي مثلا بسبوسه، هتعملي كنافه، اعمليها في كاسات جاهزه على التقديم، دي هتسهل معاكي الدنيا. وكل سنه وانت طيبه.